اهلا يا برج الدلو. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل قرايه مختلفه شويه. القرايه ديت هتبقى عباره عن ان احنا هنشوف ايه نوع المشاعر اللي احنا بنتعرض لها في الوقت الحالي وايه الذكر اللي يطهره. تمام، طبعا مشاعر مش هتبقى احسن، يعني مش احسن حاجه يعني مشاعر اللي هي مش حلوه بنتعرض لها في الوقت الحالي. فهنقسم القرايه لثلاث عشريات: عشريه اولى وعشريه تانية وعشريه تالتة. تمام، يلا نبتدي بالعشريه الاولى. مواليد جدة دول عشرين نوع المشاعر بيعانوا منها في الوقت الحالي. صفر عشان يتخرجوا من المشاعر دي. بصي يا برج الدلو، انت واضح ان انت بتعاني في الوقت الحالي من هموم، من كرب. حاسس ان انت اكتساب الوفرة والمال عندك بطيء جدا. حاسس ان انت آه، الدنيا واقفة معاك. بص، هو مبدئيا ده هقول لك ليه بيحصل، لان انت بتتحرر من مشاكل معينة ممكن تكون في عدم الامان او الاستحقاق بتاعك من طفلك الداخلي، فكنت لازم تمر بفترة مش احسن حاجة عشان دايما لما بنحس بالشعور بيتحرر مننا. تمام. بلس ان انت فيك حاجة بتعملها يا برج الدلو، ان انت مش بتواصل مع حدسك اصلا، يعني ما بتصدقش حدسك، دايما لازم تقعد تحسبها. فاهم؟ فانت عندك او ممكن تكون جالك مسج بخسارة فلوس، بخسارة مال كده. المهم ان الفترة دي انت حاسس ان الرزق مش وفير عندك، حاسس بهموم، حاسس بكرب، حاسس ان انت عايز تحسن من حالك بس مش عارف ازاي. فالذكر اللي طلع لك يعني ان انت محتاج تقوله كتير الفترة دي، اللي هو ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. تمام. فعشان ده وبتحط النية ان انت لزوال الهموم وتحسين الحال واكتساب الوفرة والمال وكده، تحط النية صح وتقول الكلام وانت مصدقه وانت فاهم معنيه صح. تمام، وتبتدي تكرره. في الحالات دي انا بحب يعني دايما الاذكار بحب اقولها 100 مرة بعد كل صلاة. تمام، انت بقى عايز تقولها بس ما تحاولش تقلل عن 100 مرة في اليوم، يعني عشان ت... الحياة تتحسن، وهتلاقي الحياة اتحسنت معاك جدا بعد الذكر ده. تمام. ف ان شاء الله يا برج الدلو الدنيا تبقى احسن حالا معاك الفترة اللي جاية دي. وقولي في التعليقات ايه رأيكم في القراية. يلا ناخد العشرية التانية. العشرية التانية مشاعر ايه؟ مشاعر يعني منها من برج الدلو. العشرية التانية في وقت الحالي. بص، انت برضو العشرية التانية عندها نفس المشكلة بتاعة العشرية الأولى. بس انت واضح ان انت عندك هموم وكرب وغم جامد قوي، حزن. الهارت شاكرا عندك، القلب عندك مقفول، فما عندكش استقبال يا برج الدلو. ممكن تكون في فكرة في دماغك، عايز فكرة شغلة بالك جدا، ممكن تكون في العمل او كده، وانت او مشروع جديد او حاجة جديدة، بس انت مش عارف تاخد خطوة. حاسس ان انت مقفول زي ما يكون واقف على رجل واحدة. تمام. فانت يعني مش عارف تثبت على الهدف بتاعك صح. طبعا بص انت نزلك ذكرين يا برج الدلو. في لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، والتاني يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. تمام، هما دول الذكرين اللي انت محتاج تقعد ترددهم الفترة دي، كل واحد 100 مرة، مش هياخدوا منك وقت. حسهم، حط النية ان انت تتخلص من الهموم والكرب والغم والحزن وقفلة القلب دي، وقولهم، رددهم، خليهم رددهم بقلبك، حتى لو في وقت انت مش عارف تقعد ترددهم بشفايفك كده او بالكلام، يعني ده قصدي.
بس فدي عشان زوال ان انت تمر زوال الهموم وتمر من الفترة دي على خير. بس بصي في نزل كارت لوحده كده وانا ماسك الكروت، فحسيتها مسج ليك ان ربنا بيقولك ان هو قريب منك جدا، وهو مستني دعواتك بس مش اكتر. هو قريب منك وهيستجيب لك وكل حاجة، بس انت محتاج انك تصدق وتدعي، تدعي كتير. اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ماشي يا برج الدلو، فربنا مستني دعائك. ادعي بقى، وخصوصا احنا في رمضان، فربنا معاك يا برج الدلو. يلا نشوف العشية التالتة. العشية التالتة عشية نوع المشاعر يعني بص يا برج الدلو، للعشية التالتة انت واضح ان انت عندك مشكلة في بص انت منطلق وعندك يقين الدنيا هتبقى كويس، بس وزي ما يكون بتبتدي بداية جديدة في حياتك، بس انت عندك بعض القلق، بعض المخاوف، يعني في حاجات انت بتلوم عن نفسك عليها من انت عملتها، فانت محتاج تستغفر ربنا. انت محتاج ان انت بص انت البداية الجديدة اللي انت بتبتديها انت مش ملتزم بحاجة او ماشي كده زي ما تيجي ماشي، وممكن تكون بتبتدي في بداية مشروع جديد او بداية شغل جديد او حاجة جديدة، بس انت عندك مشكلة في الالتزام بيه والتركيز فيه وان الثبات على الهدف، وعندك عدم امان شوية وقلق وتوتر رغم ان انت ماشي كده يلا زي ما تيجي. فانت محتاج تحط نية الاستغفار، تستغفر ربنا على كل المخاوف اللي جواك عشان تتطهر. وازاي ان الاستغفار الصح، ازاي ان انا بعترف ان انا ظلمت نفسي سواء بوعي او بدون وعي. احنا ساعات بنأذي نفسنا وبنعمل حاجات كتيرة، سواء ذنوب سواء مشاكل، سواء بنغلط في حقنا، بنخلي الناس تغلط فينا، بنضحي، بنقبل بحاجات مش المفروض نقبل بيها، فده معناها ظلم للذات، فده نوع من انواع الذنوب، خلي بالكم. ف انت محتاج تحط النية، تعترف انك ظلمت نفسك سواء بوعي او بدون وعي، بمعرفتك او بدون معرفتك، وتحط نية استغفار، وان انت هتطهر كل جسمك وخلايا جسمك من المخاوف، وتبتدي تستغفر. ممكن تختار الطريقة اللي انت تحبها في الاستغفار. انا في طريقة هنا كاتباها اللي هو استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، ودي حلوة قوي لان هي بتساعدنا ان احنا نتخلص، بتنظف 3 شاكراز. يعني لو انتوا تعرفوا عن الشاكراز، في بتنظف الاجنة وبتنظف الهارت وبتنظف الجدر او الجدر او البيزك شاكرا. بس فاستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، فده هيساعدك على التخلص من المخاوف، الشك، الهموم، الافكار السلبيه، هيساعدك على الثبات على الهدف، وهيديك امان يخليك تعرف تجتذب وفره ومال وكل ده، وانك تعرف تلتزم وما بتحسش بعجز او كسل في اداء مهامك. فممكن تعملها 100 مرة بعد كل صلاة كل يوم، المهم تبقى مصدقها وحاسسها وانت بتستغفر، مش بتردد وخلاص. تمام؟ قولي كده يا برج الدلو ايه رأيكم في تعليقات، واذا حابين ان احنا نعمل نفس دي كل اسبوع في رمضان، بحيث ان احنا يبقى الاذكار دي بنعملها كل اسبوع مع بعض. ومستنيكم، يلا باي باي.